انتهت المباراة المقامة بين المنتخب المغربي والكرواتي على نتيجة التعادل السلبي، والتي جرت بملعب البيت في إطار الجولة الأولى للمجموعة السادسة من كأس العالم المقامة بقطر. الشوط الأول انتهى على نتيجة التعادل السلبي، وعرفت هذه المرحلة فرصا من كلا الجانبين، خاصة من الطرف الكرواتي، بحيث لم يتمكن هذا الأخير من التسجيل في ظل تألق الحارس المغربي بونو. أما الشوط الثاني فقد عرف أخطر فرص للمنتخب المغربي عن طريق أشرف حكيمي الذي سدد بقوة في الدقيقة 64، إلا أن الحارس الكرواتي أبعد التسديد بصعوبة. بعد دخول الزلزول وحمد الله، حاول المنتخب المغربي مباغتة المنتخب الكرواتي عن طريق الهجمات المرتدة من أجل تسجيل هدف في الدقائق الأخيرة، إلا أن التكتل الدفاعي الكرواتي حال دون ذلك.